استعنا على الشقة بالله. السلام عليكم يا رجال، كيفكن؟ اخي كلمتين من الاخر. يلي ما عنده لامين يامال بفرقته يبطل يهج على الطابة، لانه هذا اللاعب كبير كبير والله كبير، لك كبير كتير. هذا اللاعب يا شباب عظيم. هذا اللاعب راح يبلش من اليوم يكتب تاريخ. بكره بتقولوا ابو المير قال، وانا عم حكيكم مو عن لعب، مو عن عدم معرفة مثل بعض الناس اللي معبين اليوتيوب. انا عم حكيكم عن معرفة، لانه ابو المير ما غيره هو اللي مطلع من تحت ايديه كل المواهب الصاعدة. مين انتم بالنسبة لكم في مواهب صاعدة؟ جمال موسيالا؟ اسألوا عن ابو المير. لكن الميرو ما في غيره. برشلونة مردغ جيرونا، عمل له قتله ورباه عن القصص الماضيه. لك مو كل مين صف الصواني صار حلواني يا جيرونا. مو اذا طلعتوا موسم نافستوا واخذتوا مركز مؤهل الابطال معناها صرتوا قبضايات وصرتوا تفوتوا على الحاره من بابا لمحرابا. لك كل واحد له مكانته. لك انتوا وين وبرشلونه وين؟ كل واحد بيعرف مقامه بهالدنيا. لك عمي مو يعني اذا فزتوا لكم لعبتين صرتوا كبار. لك الكبير من يومه كبير. التاريخ بيشهد لهذا الفريق العظيم، برشلونة العظيم. مو يعني إذا كان في واحد اسمه أعشابي مسوي حاله مدرب وهو ماله بإمه. لك ماله بإم السيرة. المدرب اللي ما طلع من تحت إيدين أبو المير ماله مدرب، ماله بإم السيرة. روحوا دوروا بالسوق كله وبالأخير رح ترجعوا لعند أبو المير. مو يعني إذا جيرونا فاز 4 رايح و4 جاي مسح الأرض ببرشلونة. إيه بصراحة مسح فيهم الأرض رايح جاي 4-4. ما بدي كذب عليكم، بس هانز فليك اثبت انه هذا الفريق ممكن يعمل شيء. اثبت انه هذا الفريق ممكن ياخذ بطولات. الفريق صار فيه شخصيه. اللعيبه ولو انه نص اللعيبه مصابين بكره ممكن بس يرجعوا الاصابات الفريق يصير زباله. لانه هي الناس اراوخو وديونج وهي الاشكال الراطه اللي فكرت حالها كبيره وهن صغار لك ما فازوا شيء بحياتهم وفكروا حالهم لعيبه مهمين. وين انتم من ايام الزمن الجميل؟ وين انتم من ايام الكره اللي كانت كره القدم للرجال؟ من هذيك الايام اللي خلصت وما عاد في كره قدم يا صاحبي. يا صاحبي رح اقول لك كلمتين حطهم حلقه باذنيك. كره القدم للرجال. I love this game. I love this game. اسأل الله لك اسأل الله على ايام تشافي لما كان يفوز 3 انتصارات ورا بعض 1-0 1-0 1-0. كانوا يعملوا بكتالونيا احتفال، كانوا يعملوه يوم قومي مثل عيد الاستقلال. لانه بصراحه صار لهم سنين طويله عم يحاولوا ياخذوا استقلالهم بس ملك اسبانيا ما عم يعطيهم اياه. بلا معنى يا شباب، ما تواخذونا. هذا الفيديو للكبار فقط، لأنه كرة القدم للرجال. من الآخر لا تشوفني عم بتدرب أخ ضربت كتفي أخ وجع. لا تشوفني عم بتدرج دوبلني وتفرج. من الآخر هاي الكلمة اللي بقولها هانز فليك لكل مدربين الليغا. إذا مو عاجبكم تعالوا على المونجويك. وبصراحة ملعب المونجويك هو شاهد إن شاء الله ما حدا يجي لأنه ملعب زبالة. من الآخر ريال مدريد وضربات الجزاء. ريال مدريد ماشي بالتحكيم. على زمان كانوا يقولوا فرانكو ما كنا نصدق، يقولوا لك ما كان في كاميرات. اكيد الصحافه عم تكذب، اكيد ما حدا حضر هذاك الوقت. لك نحن عم نشوف بعيوننا، عم نشوف بعيوننا ريال مدريد وهو من ضربه جزاء لضربه جزاء. شو بدنا نحكي؟ شو بدنا نحكي وشو بدنا نقول عن اللي عم نشوفه؟ الحكم قاعد ما يعطي ضربات جزاء هيك وهيك للرايح والجاي. ليش؟ لاني بمدريد، بينما لغير فرق ما بيعطيهم. الله على الظالم، وكل كبير في الأكبر منه، وكل واحد له نهاية، وما في شجرة وصلت لربها. نطالب مصر ترجع مبابي الحقيقي لريال مدريد وتاخذ مبابي يلي بعثوا لهم اياه. لأنه هذا مبابي أكيد الشبيه المصري. بمصر لكل شغلة في إلها شبيه. شفت الفيديو يلي فيه الشيخ القرضاوي الشبيه الله يرحمه؟ والله نزلت دمعتي لما شفته. سكرني بأيام زمان، أيام العز، أيام ما كنا لسه شباب، كانت لسه أجر التاكسي ليرتين. هلا الواحد عم ياخذ هديك الحسبة وما عم توفي معه. ورانا عيال على هالرقبة بدنا نطعميهم. اي والله. ليفربول خسرت وتبهدلت. على اساس شو؟ قال لك الفريق لسه ماشي بنفس كيف ماشي كان مع يورجن كلوب. ليش هيك طلعت الجمله؟ قال لك الفريق ماشي نفس كيف ما راح تزبط. قال لك الفريق ماشي كيف ما كان ماشي مع يورجن كلوب، ما تغير شيء. شلت المدرب وحطيت مدرب، اذا بدنا نسميه مدرب.
كأنه بس شلت له شعراته، انه يورجن كلوب راح على الحلاق او صار معه تساقط شعر. وهذا بذكرنا يا شباب انه الواحد لازم يشرب مي كثير بحياته، ولكن لانك انت عايش بالمانيا فلا تشرب مي كثير، لانه المي بالمانيا بتسبب تساقط شعر. هذا اللي صار مع كلوب. كلوب لما راح على انجلترا زبطوا شعراته، هلا بده يرجع لالمانيا صار يا ريته ضل مدرب، لانه كل ثانيه والثانيه عم ينطلي من اعلان. اخي تركت التدريب بدك تفوت على التمثيل واعلانات، يا الله ما قالها. بس يلي مكابتن صلاح هذا هو الذكي. خطه في منتهى الذكاء يا واطي. صلاح كابتنوه وخسرت ليفربول 1-0. ليفربول بعدت عن السيتي. بس مين اللي قرب؟ أرسنال. أرسنال يا سيتي مو ناوي على خير، ناوي لك على نية باطلة ومحول هديك الساعة. أرسنال فازت بديربي إنجلترا. ديربي إنجلترا مين؟ ديربي لندن. ديربي على قد الحارة. واحد ما معه بطولات من 20 سنة والثاني ما معه بطولات من 200 سنة. هاري كين لعب مع توتنهام 230 سنة ما أخذ فيهم بطولة. بدكم إياني أقول لكم ديربي إنجلترا. أرسنال فازوا على توتنهام وربوهم مع مدرب توتنهام يعني مساوي حاله مدرب، ولكن يلي ما تخرج من تحت ايدين ابو المير ماله بأم السيره. مره واحد شاف صاحبه بالشارع قال له لك تعال بدي احكي لك هالقصه. قال له لك شو في؟ شغلت لي بالي. قال له مرتك عم تخونك مع احمد الميكانيكي. احمر وشه واخضر وشه وهاب شعره ونزل دقنه وهرت ما بدي اقول لكم شو هر. قال له لك هلا احمد صار ميكانيكي، علي الطلاق من مرتي، ماله بأمها ولا بيفهم بالميكانيك. وهذا هو مدرب توتنهام بوسطة اوغلو. لك انت استرالي، انت راس مالك تكون ممثل تركي عنده فيلا، متجوز وحده صغيره، عم تخونه مع شاب صغير ومسكن كل عيلته بالفيلا. انا ما بفهم مسلسلات تركيه، ليش الواحد بيكون عنده فيلا وبيروح بسكن كل عيلته؟ لك انت بتتعب وبتجيب مصاري لحتى تبعد عن العيله. هن بيحبوا يسكنوا مع بعض وبالاخير بيقول لك والله عم تخوني، ما انت مسكن 5 شباب معك بالبيت. بلا طول سيره يا شباب لانه ورانا طلب بدنا نطلع فيه على حراسة. ايه تذكرت. ليفربول والله ليفربول فريق حلو، الله يوفقهم بحياتهم. الان خسروا. اللعبة الجاية سيتي وارسنال. هاي اللعبة بتحدد كثير اشياء، هي ما رح تحدد شيء بصراحة، لسه الدوري كثير طويل، بس بتحدد كثير اشياء بالايام اللي نحن عايشين فيها. مين هو كبير هالدوري الانجليزي؟ هالاند يا شباب زعلان ومتضايق ومقهور على انه صاحبه توفى، سجل بس هدفين. يلا بكفي لهون، ورانا طلب على اخر الدنيا. اغيث، سلام عليكم.